بعد مرور أكثر من 6 عقود، لم يزل الجيش العربي السوري شوكة في حلق كل المشاريع الاستعمارية، وإن اختلفت الوجوه وتعددت التسميات. وفي كل محنة تتعرض لها الأمة، كان لهذا الجيش العقائدي دوره الفعال في التصدي والدفاع عن القضايا المصيرية لهذه الأمة. لم ينسى العدو الإسرائيلي طعم الهزيمة ومرارة الخذلان التي أذاقه إياها الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية عام 1973، في معركة تجسدت فيها روح التحدي لأبناء هذا الجيش الذي أسقط أسطورة الجيش الذي لا يقهر تحت أقدامه. ناهيك عن حرب الاستنزاف التي آلمت هذا العدو وجعلته يعيد حساباته 1000 مرة. لم يمر وقتا طويلا حتى عاد الجيش العربي السوري من جديد ليقف شوكة في حلق هذا العدو في بيروت، ويخوض معركة طويلة أجبر فيها العدو الإسرائيلي على الانسحاب من بيروت. ولم تنتهي المعركة في لبنان، فكلما عاود العدو الكرة وجد هذا الجيش العظيم في وجهه كما الجبال الصامدة. ففي 17 من تموز عام 2006 لعب الجيش العربي السوري دورا فاعلا في مقارعة هذا العدو، حتى زغردت خيول المقاومة الإسلامية في لبنان زغاريد النصر، واندحر العدو الإسرائيلي مرة أخرى يجر أذيال الهزيمة. وجه جديد جاء به أعداء الأمة بعد أن فشلت وكيلتهم إسرائيل في النيل من الجيش العربي السوري وتضحياته بالدفاع عن قضايا الأمة. وجه بصورة سلفية متحالفة مع بعض الأطراف العربية ليدمروا بلدا آمنا صامدا مثابرا على مقارعة العدو الإسرائيلي في محاولة للنيل من صموده. وكما في كل مرة سقطت رهاناتهم تحت أقدام أبطال الجيش السوري الذي يخوض اليوم معارك الشرف على امتداد الوطن، محققا انتصارات معطرة بدماء شهدائه، ليضيف سطرا جديدا في تاريخ الملاحم البطولية التي صنعها منذ ميسلون إلى أيامنا هذه. إنه الجيش العربي السوري، الصخرة الصامدة التي تتحطم عليها دائما كل المؤامرات والخيانات. فهنيئا لكم رجال الشمس، هنيئا لكم في يوم عيدكم.